5 أعمال نعملهم في شهر رجب. العمل الأولاني هو كف الأذى. قلت يا رسول الله أرأيت إن لم أفعل؟ طب أعمل إيه لو ما عملتش؟ لا جهدت ولا حررت عبد. قال تعمل بيدك فتتصدق. قال أرأيت إن ضعفت عن ذلك؟ لو أنا ماليش شغل وما بشتغلش. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. يبقى تساعد حد شغال، تشيل معاه حاجة ما دام أنت ما عندكش صنعة أنت في إيديك ولا وظيفة، أو تساعد واحد عنده عجز إنه يشتغل، تتصرف توفر له دخله أو توفر له قوته، تصنع لأخرق. أرأيت إن ضعفت عن كل هذا يا رسول الله؟ مش هعمل ولا حاجة من دي. قال تحبس شرك عن الناس فتلك صدقة منك على نفسك. فأول عمل أشاركك فيه في شهر رجب فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كف الأذى بالردود المزعجة المؤذية وبالغيبة والنميمة وبالأسافين اللي ساعات بنديها لبعض في أشغالنا عشان نتسلق على رقاب بعض في وظائفنا ومناصبنا، وفي أي حاجة فيها جدال يعكر صفو العلاقات، والأذى البدني الناس اللي بتفتري على بعض بقوة جسدها. أي أذى بيضاعف سيئاته. يبقى أول حاجة عمل من أعمال شهر رجب كف الأذى. العمل الثاني هو إطعام الطعام.